السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكون اموركم كامله هانيه. دابا بغيت نسولكم واحد السؤال بصراحه. شحال من مره فكرتي تشري شي دويره ولا بغيتي تحط فلوسك في شي استثمار عقاري ولكن بقيتي حاير ومتردد؟ كتقول مع راسك واش نشري دابا ولا نتسنى؟ واش نشري في مدينتي ولا نمشي لمدينه اخرى؟ واش العقار بصح غادي يطلع مع المونديال ولا هادي غير هضره خاويه؟ بزاف د الناس كيحسب ليهم الهمزة في العقار هي سمية المدينة ولا الحي، ولكن الحقيقة الصادمة هي أن السر في الربح ماشي هو فين تشري، السر الحقيقي هو فوقاش وكيفاش تشري. في الفيديو ديال اليوم غنحطو النقط على الحروف وغادي نوريك كيفاش تفكر بعقلية مستثمر ذكي وتستغل الفرصة ديال 2030 باش تكبر فلوسك ماشي باش تحصل في حيط. ولكن قبل ما نبداو في التفاصيل بغيتكم كاملين تهبطوا دابا لتحت، فرقعوا ديك البوطونه ديال جيم لايك باش الفيديو يوصل لاكبر عدد الناس. ولا كنتي جديد معنا ما تنساش تضغط على اشتراك وتفعل الجرس باش ديما يوصلك الجديد اللي غينفعك في حياتك الماليه. يلا وجدوا لي عقلكم مزيان ونبداو في التفاصيل. بزاف ديال الناس كيبقاو دايرين غير سؤال فين نشري وكيحسبوا باللي الجواب هو سمية مدينة ولا حي، ولكن الحقيقة اللي خاص كل واحد يفهمها ببساطة هي أن الاستثمار العقاري ماشي خريطة ولا حظ، راه طريقة تفكير. وكيفاش نختار كتسبق بزاف فين نشري، حيث إلا ما عرفتيش شنو كتقلب عليه أصلا غادي تشري في الغلط حتى إلا كانت المدينة معروفة. وهذا الاختيار خاصو يكون مبني على معايير واضحة وسهلة، بحال واش الثمن اللي غادي تدخل به معقول ولا غالي، واش كاين طلب حقيقي من الناس باغيين يسكنوا دابا ولا يكريو دابا، ولا غير مضاربين كيشريو باش يبيعوا. حيث الطلب الحقيقي هو اللي كيعطي الاستقرار وكيضمن لك الكراء والبيع بلا صداع. وثالثا واش كاين محفز مستقبلي واضح بحال مشاريع كبرى، طرق، قطار، مناطق صناعية، توسع عمراني أو أحداث عالمية بحال مونديال 2030. حيث هذه المحفزات هي اللي كتدفع القيمة العقارية تطلع مع الوقت. ودابا ركز مزيان معايا، حيث إلا نقص شرط واحد من هاد الثلاثة راه ما كنهضروش على استثمار ولكن على مجازفة ممكن تجمد لك فلوسك لسنين. أما إلا جمعتي ثمن دخول مزيان، طلب حقيقي ومحفز مستقبلي، فراه كتكون دابا كتفكر كمستثمر ذكي وكتبني قرارك على منطق وأرقام ماشي على العاطفة ولا الهضرة ديال الناس. وهذا الشيء هو الفرق الكبير بين شي واحد كيشري عقار وشي واحد كيبني ثروة عقارية على المدى المتوسط والطويل. دابا خليني نهضر معاك بصراحة وبطريقة بسيطة باش تبقى الصورة واضحة في بالك. ملي كنقارنوا بين المدن المغربية راه ما كنقلبوش على شكون زوينة ولا مشهورة، ولكن كنقلبوا على فين كاينه الفرصة الحقيقية في الاستثمار العقاري. مثلا مراكش راه معروفة ومطلوبة، ولكن المشكل ديالها هو أن الثمن الدخول طالع بزاف دابا، يعني باش تشري خاصك رأس مال كبير. وزيد عليها أن الطلب فيها موسمي مرتبط بالسياحة، كاين شهور عامرة وكاين شهور خاوية، وهذا الشيء كيخلي الربح قبل 2030 محدود خصوصا للمستثمر الصغير. بالمقابل طنجة هنا كنهضروا على مدينة كتعرف نمو حقيقي، فيها مصانع، ميناء، شركات وخدمة، يعني الطلب فيها حقيقي على السكن والكراء دابا ماشي غير مضاربين كيشريو باش يبيعوا. حيث الطلب الحقيقي هو اللي كيعطي الاستقرار وكيضمن لك الكراء والبيع بلا صداع. وثالثا واش كاين محفز مستقبلي واضح بحال مشاريع كبرى، طرق، قطار، مناطق صناعية، توسع عمراني أو أحداث عالمية بحال مونديال 2030. حيث هذه المحفزات هي اللي كتدفع القيمة العقارية تطلع مع الوقت. ودابا ركز مزيان معايا، حيث إلا نقص شرط واحد من هاد الثلاثة راه ما كنهضروش على استثمار ولكن على مجازفة ممكن تجمد لك فلوسك لسنين. أما إلا جمعتي ثمن دخول مزيان، طلب حقيقي ومحفز مستقبلي، فراه كتكون دابا كتفكر كمستثمر ذكي وكتبني قرارك على منطق وأرقام ماشي على العاطفة ولا الهضرة ديال الناس. وهذا الشيء هو الفرق الكبير بين شي واحد كيشري عقار وشي واحد كيبني ثروة عقارية على المدى المتوسط والطويل. دابا خليني نهضر معاك بصراحة وبطريقة بسيطة. الاستثمار حسب الميزانية ديالك ماشي شي حاجة معقدة كيف ما كيبان، حيت إلا كانت عندك ميزانية صغيرة مثلا وباغي تدخل العقار ما خاصكش تحبط ولا تقول هذا المجال ماشي ليا. بالعكس خاصك تكون ذكي وتفكر بعقل المستثمر ماشي بعقل اللي باغي يبان. ركز على المدن الصاعدة اللي مازال الأثمنة فيها معقولة،
بحال الضواحي ولا المدن اللي باقي كتكبر شوية بشوية. قلب على شقة اقتصادية ولا محل صغير ولا حتى أرض قريبة من المدار الحضري. الهدف هنا ماشي تبيع غالي غدا، ولكن تضمن كراء ثابت يدخل لك فلوس كل شهر ويخلي الاستثمار ديالك حي وما ميتش. أما إلا كانت الميزانية ديالك متوسطة فهنا كتولي عندك حرية أكثر شوية. تقدر تمشي لمدن فيها طلب حقيقي بحال طنجة ولا أكادير وتشري شقة مهيكلة في حي كيعرف توسع، لا فاخر بزاف لا ضعيف بزاف، باش تضمن الكراء دابا وإعادة البيع من بعد مع اقتراب 2030. وإلا كانت الميزانية ديالك كبيرة فهنا خاصك تفكر في التنويع وما تحطش البيض كامل في سلة وحدة. جزء في مدينة مستقرة باش تحمي رأس المال ديالك، وجزء في مدينة صاعدة باش تضرب على الربح الكبير. المهم في هذا الشيء كامل هو أنك ديما تربط الميزانية ديالك بالطلب الحقيقي وبالتوقيت المناسب، وما تدخلش في شي استثمار غير حيت الثمن رخيص ولا حيت شي واحد قال لك راه مربح. حيت الاستثمار العقاري الناجح هو اللي كيبدا بفهم شحال عندك، فين تحطو وعلاش تحطو تماك. التوقيت في العقار راه هو اللعبة كاملة وكتر من المدينة نفسها، حيت بزاف الناس كيغلطوا وكيقولوا فين نشري وكيحبسوا هنا، ولكن المستثمر الذكي كيسول فاش نشري، لأن الشراء فاش السوق طالع والناس كاملين كيهضروا على العقار وكيقولوا راه طالع راه طالع، غالبا كيكون السوق وصل للقمة وولات الأثمنة غالية وهامش الربح ضعيف والمخاطرة كبيرة. بينما الشراء الذكي كيتدار فاش السوق هادئ، فاش الناس باقي متردده، فاش الأخبار مازال ما شاعتش، وفاش الفرص كتكون موجودة بثمن معقول. ودابا بالضبط احنا في واحد المرحلة زوينة بزاف بين 2024 و 2026. السوق العقاري في المغرب فيه تحركات ولكن مازال ما سخنش، الأثمنة في بعض المدن مازال معقولة، الطلب باقي متوازن، والمونديال 2030 مازال قدام. يعني اللي كيدخل دابا راه كيشري قبل الموجة الكبيرة، قبل ما يطلع الطلب العالمي والاستثمارات الكبرى وتولي الأثمنة فوق. وبطريقة بسيطة بزاف نقدروا نقولوا ان اللي كيشري دابا كيشري في الهدوء وكيبيع من بعد في الضجيج. وهذا هو سر الربح في العقار، ماشي الحظ وماشي الصدفة، ولكن فهم التوقيت، الصبر والدخول فاش الأغلبية مازال متفرجة. حيت إلا تسنيتي حتى يولي كل شيء واضح راه الفرصة غتكون فاتت وربحك كيكون محدود. شوف معايا دابا وبالدارجة وبالوضوح. أخطر الأخطاء اللي كيطيحوا فيها بزاف الناس في العقار هو أنك تشري بالعاطفة وماشي بالعقل. يعني تشوف مدينة عجباتك ولا قريب فيها شي حد وتقول غادي نربح بلا ما تسول راسك واش كاين الطلب الحقيقي على الكراء ولا الشراء، واش الناس باغية تسكن تما دابا ولا غير هضرة. وغلط تاني خطير هو أنك تجري ورا الترند، تسمع بأن مدينة طلع فيها الثمن وتدخل متأخر وتشري غالي، وفاش تشري في القمة راه كتقتل هامش الربح ديالك. وزيد عليها خطأ البحث غير على الثمن الرخيص بلا ما تشوف السيولة، حيت بزاف كيشري شي عقار رخيص ولكن من بعد ما كيلقاش لا اللي يكري لا اللي يشري وفلوسه كتبقى محبوسة. ومن أكبر المصائب حتى هو الاعتماد على الإشاعات والكلام ديال القهاوي وقال لي صاحبي، وما ديرش حساب الأرقام والمعطيات بحال النمو السكاني والمشاريع والبنية التحتية. وكاين حتى خطأ خطير هو الطمع في الربح السريع، حيت أي واحد كيوعدك بربح خيالي في مدة قصيرة راه غالبا باغي يجرك للمغامرة أو النصب. والعقار راه استثمار طويل المدى، خاصو صبر وتخطيط. وزيد عليها أنك تدخل بلا استراتيجية واضحة حسب الميزانية ديالك، تشري بلا ما تكون عارف واش الهدف هو الكراء ولا البيع ولا جوج، وفي الأخير كتلخبط وتخسر. وهاد الأخطاء كاملة إلا ما رديتيش بالك منها راه تقدر تضيع عليك فرصة العمر قبل 2030 وتخليك تقول يا ربيني فهمت بكري. دابا واخا وصلنا لاخر الفيديو بغيتك تركز معايا مزيان حيت الزبده كامله في هذه اللحظه. اليوم فهمتي باللي الاستثمار العقاري قبل 2030 ماشي صدفه وماشي حظ وماشي غير فين شريتي، ولكن كيفاش شريتي وفاش شريتي وعلاش اختاريتي ذاك المكان بالضبط. وعرفتي باللي ثمن الدخول الرخيف كيعطيك نفس طويل، والطلب الحقيقي هو اللي كيحميك من الخساره. والمحفزات المستقبليه بحال مونديال 2030 والبنيه التحتيه والمشاريع الكبرى هي الوقود اللي كيطلع قيمة العقار مع الوقت. ودابا خاصك تخرج من عقلية المتفرج وتدخل لعقلية المستثمر اللي كيسول وكيحلل وما كيجريش ورا الهضرة ولا الترند. راه الفرص كاينة دابا ولكن ما غتبقاش ديما، وكل سنة كتدوز بلا قرار راه كتنقص من هامش الربح ديالك.
دير الحساب ديالك بهدوء، شوف الميزانية ديالك شنو تقدر دير بها، وطبق هذه المنهجية اللي عطيتك مدينة بمدينة وحومة بحومة، وما تخليش الخوف يوقفك، ولكن حتى التهور ما يجركش. الاستثمار العقاري الناجح هو قرار واعي ومدروس كيبدا اليوم باش ترتاح غدا. وانا كنقولها لك مباشرة، الا بغيتي توصل ل 2030 وانت رابح ماشي نادم، خاصك تبدا دابا وبعقل وبخطوة محسوبة.